زي ما انتم شايفين كده دي الخلطة بتاعة الفراخ البانيه او الفراخ الستريبس، يعني تنفع للاتنين. عبارة عن بصلة صغيرة، المقادير دي تكفي نص كيلو بانيه. بصلة صغيرة، نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة كزبرة، نص معلقة صغيرة كمون، ربع معلقة فلفل اسود صغيرة، نص معلقة صغيرة بهارات مشكلة. زي ما انتم شايفين كده هي دي المكونات، وهنحط عليهم بضاية كمان، وهنقلب بقى فيهم نص كيلو البانيه. وهوريكم بقى المنظر بعد كده. التوابل دي عبارة عن ايه؟ نص معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة كزبرة، نص معلقة صغيرة بهارات، نص معلقة ملح صغيرة، بصلاية، وكمان هنحط على كل اللي انتوا شايفينه دوت بضاية، وهنقلب فيهم الفراخ. هي دي بس مجرد توابل اللي بنحطها للكريب او للفراخ اللي بتحط جوه الكريب، اللي هي الستريبس او البانيه. في كمان حاجه نسيت اقول عليها، اللي هي الفلفل الاسود، ربع معلقه كده او نص معلقه. زي ما انتم شايفين كده ده نص كيلو بانيه معانا، هنتبله بقى. طبعا هنغسله كويس جدا بليمون وهنتبله زي ما انتم شايفين. دي التوابل اللي لسه موريها لكم، البصل والتوابل هنحطها بقى كده كلها، وهنقلب كله، وكمان هنحط معاهم بضايه. طبعا ممكن نحط للكيلو كله بضايه اهو. هنقلب بقى كده كله، وهيبقى كده خلاص الخلطه جاهزه معايا. نقلبهم كويس جدا من فوق لتحت زي ما انتم شايفين كده. وبعدين بقى هنحط لهم بضايه كمان، وخلاص تبقى كده التتبيله جاهزه معانا. وهنسيبهم بقى في التلاجة. يا ريت يبقوا قبلها يعني نعمل الفراخ قبلها كده متبله ليله، عشان تاخد الطعم الحلو وتبقى طعمها كويس جدا زي المحلات. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين كده معانا بضايه اهي، هنحطها هنقلبها كويس اهي، وهنحطها على الفراخ نص كيلو او كيلو براحتك. الفراخ دي التتبيله دي تنفع ليه؟ فراخ البانيه، الفراخ المقرمشه، الفراخ اللي هي الستريبس، كل ده بينفع برضو. طبعا انا هقلب بايدي بقى لان الشوكه دي مش نافعه اهو. زي ما انتم شايفين كده قلبنا كويس جدا من فوق لتحت. لازم تتنقع في التتبيله على الاقل ساعتين، او على الاقل عشان تاخد بقى الطعم الحلو. ليله من بالليل جهزيها وتبقى معاكي بقى الصبح تقليها. تعملي جنبها رز ابيض، رز اصفر، رز بشعريه، رز واحده وواحده. تعملي جنبها مكرونه سباكيتي بالصلصه، او مكرونه بالصوص الابيض لو الصلصه غاليه عليكي، او الطماطم غاليه عليكي. مكرونه بالصوص الابيض. ممكن تتعمل سندوتشات بالعيش البلدي او العيش الفينو براحتك خالص. اعملي اللي يريحك واللي يناسب الميزانيه بتاعتك. بعد كده هنحطها في الخلطه. خلي بالكم بقى من تركيه مهمه ممكن نوفر بيها. لو البيض غالي عليكي او البيض خلص فجاه، مش لازم تحطي بيض اصلا. طب ايه البديل؟ الاول هتجيبي الفراخ تحطيها في الخلطه بتاع القلي، اللي هي خلطه دجاج مقرمش بتاع مايوي. او لو مش بتقدري تعمليها، احنا عملنا الخلطه الموفره بالدقيق عادي، دقيق وبقسماط ونشا، وتحطي عليها كل التوابل اللي عندك، توم باودر، بصل باودر، كمون، كزبره، فلفل اسود، بهارات، كل حاجه منها معلقه صغيره معلقه صغيره، معلقه ملح صغيره، كوبايه دقيق، ربع كوبايه نشا، نص كوبايه بقسماط. هتعملي كل ده كده توليفه مع بعضها وتقلبي كويس، وتحطي فيها الفراخ. الاول هتحطي الفراخ، وبعدين ترجعي تحطيها في ميه متلجه بدل البيض، وبعدين ترجعي ترجعيها تاني للخلطه. هتديكي نفس الطعم الحلو ونفس اسلوب المحلات. دي طريقه المحل ما بيحطش بيض، او المطاعم بيعملوا بيحطوا ميه متلجه بس. هو ده السر بتاع المطاعم. زي ما انتم شايفين كده البطاطس اللي قدامكم دي عبارة عن 5 بطاطسات وسط، او عبارة عن بطاطستين كبار، يعني زي ما عندكم. تقطعوهم بالشكل ده صوابع، وتنقعوهم في مية عشان هنقليهم ان شاء الله، عشان نحطهم جوه الكريب. وبينفعوا برضو جوه اي نوع سندوتش. بيدي طعم حلو، والولاد متعودين عليها وبيحبوها جدا، عشان كده هحطها لهم جوه الكريب. لكن طبعا الكريب بتاع الشارع ما بيبقاش جواه بطاطس، بيبقى جواه كابوتشا، مخلل، بصل، طماطم. لا، ما بيبقاش فيه طماطم، بيبقى فيه كابوتشا وبصل ومخلل، وممكن يحطوا فلفل، لكن طماطم لا. ممكن
تحطي اي حاجه، اي نوع خضار انت تحبيه، عندك فلفل حطي، عندك بصل حطي، عندك مخلل حطي. الحشوه دي بتاعتك انت ابدعي براحتك، وحطي الحاجه اللي تعجبك عشان تنال اعجابهم ويحبوها. في ناس ممكن يحطوا شبت، بقدونس، اي نوع خضروات، المهم ان الحاجه تتعمل بحب وتعجبهم، وبالهنا والشفا. زي ما انتم شايفين كده، دي كابوتشا قطعناها قطع صغيره، اشتريناها بكام؟ ب10 جنيه، يعني حاجه بسيطه يعني بالنسبه لاسعار الخضار الرهيبه. وهنحطها ان شاء الله جوه سندوتشات الكريب. زي ما انتم شايفين كده، جهزنا بقى اكياس الكاتشب والمايونيز عشان هنحطها على من جوه الساندوتش. ومسكنا الفراخ البانيه او الفراخ الستريبس، بنقطعها كده قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده، علشان هنحطها بقى جوه الساندوتش. زي ما انتم شايفين كده، عملنا المكونات بتاع الكريب. قلينا بطاطس مقليه زي ما انتم شايفين كده. دول قد ايه؟ دول يا اما بطاطستين كبار، يعني جيبي بطاطستين كبار، او تجيبي دول كانوا 5 وسط كده. وقلينا البانيه وقطعنا كابوتشا. هنجهز بقى الساندوتش. طبعا عملت لهم بقى الكريب، طبعا انتوا عارفين غالي جدا بره، فهنعمل لهم بقى اكل المطاعم في البيت عشان طبعا نوفر زي ما قلت لكم. مش هيكلف حاجه خالص. هاتي لهم البانيه في البيت، واعملي البطاطس في البيت. والكابوتشا دي كانت ب10 جنيه، واستعملنا نصها امبارح في الشاورما، وبقينا النص التاني اهو عشان نعمل سندوتشات الكريب بس. وهنجيب بقى كاتشب ومايونيز، وهنحط مخلل جوه الساندوتش وبس، وخلاص على كده. وهنعمل الساندوتش، هوريكم بقى شكل الساندوتش لما نعمله. زي ما انتم شايفين كده، كمان قطعنا بصل قطع صغيره كده، وبرده هنحطه جوه الكريب. اعملي لولادك وفرحيهم اكل المطاعم بدل ما تشتريه باضعاف ثمنه طبعا من المطاعم. طبعا الحاجات الغاليه، الحاجات الجاهزه غاليه جدا. واعملي كل حاجه في البيت لولادك وفرحيهم. زي ما انتم شايفين كده، عملنا ايه؟ قسمنا العيش بتاع الكريب نصين كده، وحطينا الحشوه في النص دي نفس طريقه المحل. وبعدين قطعنا الفراخ الستريبس او الفراخ البانيه قطع صغيره، هي بتتعمل اصلا بفراخ ستريبس. قطعناها قطع صغيره، حطينا القطع الصغيره دي في النص كده، وبعدين حطينا فوقيها الكابوتشا زي ما انتم شايفين، وبعدين فوقيها البطاطس، وحطينا البصل، وحطينا بقى زي ما انتم شايفين كاتشب ومايونيز. وبعدين بقى هنقفل الساندوتش، هنجيب دي كده، وبعدين هنجيب دي كده بس. خلاص على كده، انا هقفله واوريكم دلوقتي. ده بقى منظر الكريب بعد ما اتقفل كده، بقى شبه بتاع بره بالظبط. وبعد كده دلوقتي بقى هنقرمشه على النار، هنحطه على طاسه سخنه فيها معلقه زيت كده، وهنديله بقى صدمه من الجنبين عشان يبقى لونه ذهبي. وبعدين هوريلكم بقى شكله لما يبقى لونه ذهبي. ده بقى شكل الكريب بتاعنا لما اتعمل زي المحلات بالظبط. عملنا كريب بالفراخ، كل واحد. وبالهنا والشفا. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناه، وشكرا جدا ليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ريت بقى اللي يدخل جديد يلف لفه في القناه وياخد فكره كده. في فيديوهات كتير عن التوفير، وعن الروتين التوفير، وعن اكلات توفير، وعن التخسيس، وعن الفواتير، وفي فيديوهات عن التخاطب واضطرابات النطق عند الاطفال. القناه متنوعه، وان شاء الله تعجبكم وتنال اعجابكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.